كلنا ولادنا بيحبوا التشيكن ستريبس، بس مش بنعرف ازاي نظبطها في البيت. الريسبي بتاعت النهارده هوم ميد تشيكن ستريبس احلى من اللي بنشتريها 100 مره. اول حاجه هنحضر التتبيله اللي هنحط فيها صدور الفراخ. لبن رايب وسبايسز، انا كاتبالكوا السبايسز في الكابشن. وانا حطيت لها ماسترد وباربيكيو صوص وبافالو صوص. ممكن تزودوا كاتشب وممكن تزودوا اي صوص بتحبوه. الصوصات بتدي طعم حلو قوي في التتبيله. هقلب بقى كله على بعضه واظبط الملح، واحط بقى صدور الفراخ اللي انا مقطعاها متوسطه، مش تخينه ولا رفيعه، وستريبس طويله زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. نحاول نسيب الفراخ في التتبيله على قد ما نقدر. نحط بقى الحاجه اللي هنعمل بيها الكوت اللي بره. هنحط الدقيق وعليه معلقتين نشا، وعليهم بقيه السبايسز اللي كنا شايلينها على جنب. هطلع الفراخ من التتبيله وابتدي اغطيها كويس قوي بالدقيق. اتاكد انها اتغطت من كل ناحيه. في زيت سخن على نار متوسطه هبتدي احط التشيكن ستريبس، ومش هقلبها ولا احركها غير لما اول ناحيه تاخد لون. طلعت كريسبي من بره وجوسي ومستويه مظبوط قوي من جوه. دبت في اي صوص بتحبوه وهتاكلوا تشيكن ستريبس ما حصلتش.